على مر التاريخ. مين هو أكتر لاعب سجل أهداف في كأس العالم على مر التاريخ؟ عندنا الألماني ميروسلاف كلوزا، هداف كأس العالم على مر التاريخ، سجل 16 هدف خلال 24 مباراة. طيب ميروسلاف كلوزا سجل 16 هدف، وجي وراه رونالدو الأسطورة اللاعب البرازيلي سجل 15 هدف. وبعد كده جه اللاعب الألماني جيرارد مولر ب 14 هدف، جوست فونتين 13 هدف. وبعد كده بيجي الأسطورة ليونيل ميسي بطل كأس العالم الأخير ب 13 هدف. بعد كده بيجي بيليه اللاعب البرازيلي الأسطورة ب 12 هدف. بعد كده بيجي اللاعب الشاب كيليان امبابي ب 12 هدف. و اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب أسطورة حية، لاعب يعني بيشبع العينين وبيريح القلب لما تشوفه وهو بيلعب كورة. فميسي رجع لتدريبات باريس سان جيرمان، وبعد ما خلص احتفالاته بكأس العالم والفوز بكأس العالم، ميسي رجع علشان يتدرب في باريس سان جيرمان. طيب ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022، مدين بالفضل لعدد من الشخصيات خلال مسيرته التاريخية، يعني خاصة في فترة البدايات عندما كان يقوم بتحديد مستقبله الدولي. وبدأ ميسي رحلة مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين مع المنتخب الأول في سنة 2005. ولكن الرحلة الأولى ليونيل ميسي كانت مع منتخب الشباب، بدأت في 2004، وهي المرحلة اللي شهدت حرمان أسبانيا من إمكانية ارتداء ليونيل ميسي قميص الماتادور الأسباني، لأن الأسبانيا كانت عايزة ميسي يرتدي القميص الأسباني، وعشان ميسي كان بيحمل الجنسية الأسبانية بجانب الجنسية الأرجنتينية. كان عنده جنسيتين، أسبانية وأرجنتينية، وكان مؤهل لحد سنة 2004 إن هو هيلعب في صفوف المنتخب الأسباني. لكن الاتحاد الأرجنتيني تدخل وقال له لا، احنا عايزينك لأن أنت لاعب ومواطن أرجنتيني. وبالفعل استجاب ميسي لنداء الوطن ولعب مع منتخب الأرجنتين في بطولة العالم للشباب 2004، ولعب لأول مرة مباراة ودية لفريق 20 سنة في سبتمبر اللي هو أيلول 2004. طيب تم استدعاء ميسي إلى تلك المباراة من قبل الاتحاد الأرجنتيني، ومنهم في رجال، يعني الاتحاد الأرجنتيني عنده رجال في الظل اللي وقفوا خلف هذا الاستدعاء الذي غير تاريخ كرة القدم الأرجنتينية وحرم المنتخب الأسباني من موهبة كانت هتغير مجرى التاريخ بالفعل مع المنتخب الأسباني. عمر سوتو والإمارات. عمر سوتو ده شغل منصب مدير المنتخبات. عمر سوتو ده شغل منصب مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الأرجنتيني لمدة 26 سنة. أول حلقة وصل، يعني عمر سوتو ده كان أول حلقة وصل ما بين ميسي والمنتخب الأرجنتيني. سوتو بيروي قصة انضمام ميسي للمنتخب الأرجنتيني، بيقول في أسبانيا كانوا يتشوقون إلى أن يلعب ميسي معهم. المنتخب الأسباني كان متشوق إن ميسي يلعب معاه، لكن كان رفض ميسي كان رفض حاسم. وأثناء كأس العالم تحت 20 سنة اللي اتجامد في دولة الإمارات سنة 2003، ذهب في إحدى المرات للسير مع هوجو توكالي
المدرب السابق للمنتخب الارجنتيني للشباب، وكان معانا وفد من فريق فالنسيا الاسباني. والكلام على لسان عمر سوتو، وبيقول سأل الوفد توكالو عن سر عدم استدعاء ميسي لاعب برشلونة حينها، مؤكد انه افضل من كل اللاعبين الموجودين في الفريق الحالي. بعد كده عمل له عرض وفيديو للاعب ميسي على هوجو توكالو. المدرب لم يكن من انصار الحكم على اللاعبين الا على ارض الملعب، وكان يعتقد ان تلك الفيديوهات وراءها مصالح لرجال اعمال. فقلت له لا، ممكن تشوف اللاعب على ارضيه الملعب وتتواصل معاه، وطلب منه بالفعل احضاره عقب نهايه البطوله. بعد كده كانت الطريقه اللي نجح من خلالها عمر صوته في احضار ميسي مثيره للغايه. بيقول ان هو ذهب الى احد الاكشاك وطلب دليل الهاتف الخاص ببروزورو، ونجح في الوصول لرقم جدة ليونيل ميسي، ومنها أحضر رقم الخال ثم الأب خورخي. وبعد كده بيقول عمر سوتو سألت في الأول عن ليوناردو ميسي، لكن والده قال اسمه ليونيل ميسي. تم استدعائه لأنه كان يريد اللعب للأرجنتين وليس للمنتخب الأسباني. ليونيل ميسي شارك لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني للشباب في لقاء ودي سنة 2004 في شهر سبتمبر، حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي يرتدي فيها ميسي قميص المنتخب الأرجنتيني على مستوى أي منتخب. ومن ساعتها وميسي لاعب أرجنتيني فذ. خلال تقرير مصغر قدمنا لكم جزء أول وجزء ثاني عن هدافين كأس العالم منذ 1930 لحد نهاية كأس العالم والنسخة الأخيرة 2022، واتكلمنا عن الهدافين بالمجمل وعن جنسيات اللاعبين وعن أفضل اللاعبين وعن هدافين كأس العالم في الجيل الحالي، واتكلمنا عن تاريخ ليونيل ميسي وازاي ان هو كان لاعب عنده جنسية أسبانية وكان مؤهل للانضمام للمنتخب الأسباني، ولكن عمر سوتو الإماراتي وخلال بطولة كأس العالم اللي أقيمت في دولة الإمارات 2004 إزاي قدر إن هو يقنع المدرب للمنتخب الأرجنتيني اللي ما يعملش استدعاء لليونيل ميسي. كان لاعب منتخب كان بيلعب في الدوري الأسباني في نادي برشلونة وما عملش ليه استدعاء، ووراله الفيديوهات بتاعته. فالمدرب ما كانش من انصار ان هو بيحكم على اللاعبين من خلال الفيديوهات، لا كان بيحكم على اللاعبين من خلال ارضيه الملعب. فعمل استدعاء لميسي، ومن ساعتها وميسي ما غادرش المنتخب الارجنتيني سواء كان للشباب او المنتخب الاول، والاسطوره احرز وتوج جهوده عموما بان هو اصبح حامل لقب كأس العالم وأفضل لاعب في كأس العالم 2022 أسطورة.